كانت أقدامك تترك آثارا على الأرض فإن كلماتك تترك آثارا على القلب. فهنيئا لمن لا يغتاب أحد ولا يجرح أحد ولا يظلم أحد ولا يطعن في الظهر أحدا. هنيئا لمن لا يرى نفسه أفضل من أي أحد ولكنه مختلف عن كل أحد. هنيئا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. جالكم النهارده بقى بروتين تشجيع ان شاء الله هيعجبكم جدا. من بقى ايه انضف الشقة واصورها معاكم. زي ما انتم شايفين كده اهو. وكمان جايبه لكم بقى مشكلة كده عشان نحلها مع بعض ان شاء الله. الفيديو ده هيعجبكم جدا، خليكم معايا لنهاية الفيديو. يا رب الفيديو ينال اعجابكم. ما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم منه كل جديد. النهارده بقى معانا مشكلة كده. مشكلة واحدة من المتابعين معايا. بعتت لي بقى المشكله بتاعتها وقالت لي اعرضها بقى على المتابعين عندك. يمكن يلاقوا لي حل او يساعدوني في حل المشكله دي. طبعا احلى حاجه في الدنيا الصداقه، يعني الصداقه دي بعد الاخوه على طول. ممكن يكون عندك صديق او صديقه بيكون عندك افضل من الاخ نفسه او الاخت نفسها. انا احكي لكم بقى المشكله دي واحنا بننظف مع بعض كده زي ما انتم شايفين اهو. طبعا كلنا بقى شاطرين في التنظيف والترويق والحاجات دي، فده الفيديو ده هيشجعكم كده. وكمان هحكي لكم بقى المشكله بتاعت صاحبتنا دي. هي بعتت لي بتقول لي صاحبتي خدت جوزي مني. المهم قلت لها صاحبتك خدت جوزك منك ازاي؟ بدأت بقى في حل في بداية المشكلة خالص. بداية المشكلة ان الاتنين دول كانوا اصدقاء جدا. التانية مطلقة وكان عندها ايه يعني طفلين صغيرين كده. فدي بقى ايه يعني زي بتصعب عليها معرفش ايه الكلام ده. فكانت مصاحباها بقى، دي بتجيلها على طول، بتجيلها على طول العيال يلعبوا مع بعض. بتقعد بقى يعني تفضفض. مشاكل الدنيا معرفش ايه الكلام ده. المهم هي بتحبها جدا، مفيش اي مشكلة يعني عندها وكده. وطبعا ممكن يكون جوز التانية تقرب لدي من حب مراته فيها. يعني اوقات الواحد لما بيكون بيحب حد بيقعد يحكي عنه كتير، فالشخص اللي قدامه ده ممكن يحب الشخص ده اللي انت بتحكي عنه من كتر حبك فيه. فممكن يكون هي اصلا سبب واساس المشكلة نفسها. يعني النصيحة، لو بتحبي صديقة ليكي ما تحكيش لجوزك عنها كتير. يعني ما تقعديش تبقى تتكلمي عنها ومميزاتها ومعرفش ايه، لان الواحد اوقات بيقارن بين مراته وبين دي. مبقاش شايف بقى عيوب التانية، لان دايما انت بتحكي له عنها بالمميزات بتاعتها بس، وده من حبك فيها. فمن الاحسن انت ما تحكيش سواء بحلو او وحش. هي صاحبتك بتحبيها خلاص، لنفسك بقى. وحتى لو بتزورك ما يبقاش كتير، يعني عشان البيوت برضو لها حرمات واسرار. مش اقربها من بيتي وجوزي وفي الاخر ازعل واعيط واقول خدت جوزي مني، لا. هو كده هي صاحبتك ماشي على عينك وراسك ماشي، لكن ما تقربهاش لحياتك تكون حاجة من حياتك كده، يعني لا ما ينفعش طبعا. فدي طبعا بقى ايه، ممكن يكون بتحبها قوي، مخلصة لها قوي كده يعني. المهم كانت بتجيلها بقى العيال يلعبوا مع بعض. دي بقى ايه عشان دايما تجيلها على طول، شايفة بقى مشاكلها وشايفة تعاملها مع جوزها، شايفة تعامل جوزها معاها. التاني بقى تقرب لدي. يعني انا ما احطش بقى البنزين جنب النار وارجع اقول خدت وما خدتش والكلام ده. المهم كانت بتجيلها على طول وبتزورها على طول. فبعدين لقت جوزها قعد بيهتم بيها، يعني بصاحبتها دي، يسأل عليها لو اتأخرت. دايما بيهتم بتفاصيل حياتها، دايما بيسأل عليها. ممكن إن جاب حاجة للعيال أو كده يجيب لعيالها، كأنها عادت واحدة من البيت. يعني الأمور اتطورت خالص وعادت أزيد من الحدود كمان. فبعدين جت في فترة كده لقت التانية امتنعت، ما عادتش بتجيلها البيت. طبعا صاحبة المشكلة دي بقى استغربت من امتناع صاحبتها، ما عادتش بتيجي ما عادتش بتسأل. فبدأت هي بقى تسأل عليها، يعني في ايه، ترن عليها تكلمها، انت ما عادتش بتيجي ليه، في حاجة عندك، مشاكل عندك، حاجة انا اقدر اساعدك. برضو الطيبة عندها برضو، يعني ما مش في دماغها، مش حاطة في دماغها ان ممكن صاحبتها دي تسرق جوزها منها. بالرغم ان في ناس كتير بيحصل منها كده، وفي ناس برضو محترمة جدا تتحب فعلا. لما سألتها بقى انت ما عدتش بتيجي ليه، ما بتجيش ليه، في حاجة؟ التانية ردت قالت لها ما فيش، عندي ظروف ومش عادة عايزة اخرج كتير زي الاول، وشوية كلام كده بقى يعني زي تلاكيك بتتحجج، مش عارفة تقول لها ايه اصلا يعني. المهم
في نفس الايام دي برضو لقت ان جوزها ما عادش بيجيب سيره صاحبتها خالص، ما عادش حتى بيسال عليها. يعني المفروض مثلا هي انقطعت او ما عادش بتيجي يسال عليها، ما عادش بتيجي ليه؟ هو في حاجه؟ استغربت يعني استغربت من امور الاتنين او من تصرفات الاتنين. ما برضو بالها يعني سبحان الله، دايما اساسا الست عندها الحاسه السادسه. في حاجات كده بتلعب في دماغها كده. بدأت برضو ما سكتتش، قعدت بقى تسأل تشوف فيه ايه، دي ما بتجيش ليه، في حاجات غريبة بتحصل. جوزي كمان ما عادش بيسأل عليها، ما عادش بيجيب سيرتها خالص زي الأول. المهم قعدت تسأل من هنا لهنا. اتصدمت بقى في الآخر، لقت إن جوزها متجوز دي، وكمان مأجر لها شقة برا، ودي ما تعرفش خالص. طب ازاي يعني؟ شوف صدمة العمر بقى، صاحبتي خدت جوزي مني دي، طب ليه؟ وكمان جوزي اتجوز عليا بعد حب سنين وعشرة سنين وعيال، وكان بينهم حب فعلا، كان بيحبها فعلا. يعني هو ممكن يكون اتقرب من صاحبتها دي وحبها من حب مراته فيها، لان هو بيحب مراته. بس هو كده سبحان الله، ربنا عارف عارف شخصية الراجل، فحلل له أربعة، لأن عارف إن هو يقدر يفتح بيت واتنين وتلاتة وأربعة، ويقدر كمان يحب واحدة واتنين وتلاتة وأربعة. هتقولوا القلب ازاي يقدر يحب أربعة؟ هو ربنا اللي عارف شخصية الراجل وحلله كده، هو اللي حلل كده، مثنى وثلاث ورباع، وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. هو ربنا اللي يعني هو اللي عارف بشخصية الراجل فحلله كده. اه بحبها برضو، ممكن يكون بيحب دي برضو وحب التانية. فدي مشكلتها هي بقى، هي اللي قربتهم من بعض، وفي الآخر جاية تقول خدته وما خدتوش. المهم بقى مشكلتها دي ازاي لما عرفت بقى كلمة جوزها ازاي تتجوزها عليا، قال لها خلاص ده امر واقع، وانت طالما عرفتي خلاص بقى انت كده اتحطيت قدام الامر الواقع، يا ترضي وتعيشي يا كل واحد يروح لحاله. طب ديت ملكة بيتها، وازاي واحدة تدخل حياتها بعد كده، وكمان كانت صاحبتها، طب تقدر تعيش معاهم ازاي؟ المهم كان عنده بيت، كانت مراته قاعدة في الدور التاني، وكانت أمه في البيت في الدور الأرضي، بس توفاها الله يعني وكده. وليه أخ في الدور التالت. فهو بقى طالما مراته عرفت خلاص كده ما عادش قدامه أي مشكلة بقى، يا ترضى وتعيش يا كل واحد بقى يروح مع نفسه كده. المهم حطها قدام الأمر الواقع، جابها قعدها في الشقة اللي تحت، في الشقة اللي هي في الدور الأرضي بتاعت مامته يعني. المهم التانية بقى خلاص ترضى بالأمر الواقع، وتشوف قوة تحملها هتقدر تعيش بالطريقة دي أو لأ. لما جاب التانية بقى تحت، ديت بقى ما أقولكوش، طبعا غيرت الست. وطبعا كلنا عارفين الواحدة بقى تتمنى لجوزها زي ما انتوا عارفين، ولا تتمناش لجوزها جوازة يعني. فطبعا بقى ده يعتبر نفسه بقى إيه، كأنه عريس جديد بقى. خلاص كده مشكلته بقى اتحلت، مراته عرفت، ما عادش عنده مشاكل بقى، خلاص كده مراته بقى تتأقلم وتعيش. لو مش عاجبها خلاص. المهم بقى ما بيطلعش من عند التانية، دايما قاعد معاها عروسة جديدة بقى، ومختلفة بقى عن مراته وكده، الله أعلم يعني. اتقرب لها بقى وحبها والكلام ده. فبعدين التانية بقى مراته بقى الغيرة بقى واكلاها، كل شوية تنزل تحت تقعد تصوت، تشاكل، تتخانق، مش مخلية بقى. بتظهر بقى عيوبها في الوقت ده، بيقارن بين دي وبين دي محترمة وما حدش بيسمع لها صوت والكلام ده، ودي كل يوم مفرجة علينا الناس مش عايزة تعيش. كل ما يكلمها بقى انت مش عايزة تعيشي، يعني انت جايب لها ضرة وكمان صاحبتها، وفي الاخر تقول لها ما انتش عايزة تعيشي. المهم قعدت شهر واتنين مش متحملة برضو، قاعدة في مشاكل بقى. دلوقتي المشكلة بتاعتنا هي هي وكمان غضبت سابته بالشهور بعدها برضو. عيالها اتقربوا جدا لصاحبتها دي، للست دي، وحبوها. طبعا بقى ايه، ما يكون في مقارنة بين واحدة تلاقي التانية بقى إيه بتظهر بقى كل مميزاتها، والتانية غصب عنها يعني. لما يبقى ده بيتها وقاعدة فيه وجوزها وولادها، وتلاقي واحدة تتدخل بقى وتدخل في حياتها، وعادت جزء من حياتها، وكل حاجة بتتقاسم بينهم، كل حاجة عادت بالنص، هي برضه حقها تزعل. فهي دلوقتي مش قادرة ان هي تتحمل الوضع ده، فما هيش عارفة تنفصل وتسيبه وتسيب عيالها، لان هو بيقول لها دلوقتي انت لو مشيت وعايزة تطلقي انتش واخدة عيالك، عيالك ما انتش هتاخديهم ولا هتشوفيهم.
فهي دلوقتي مش عارفة تعمل ايه، مش قادرة تتأقلم ولا تعيش بالطريقة دي، مش قادرة تعيش معاهم في بيت واحد كده، لأن بتقول أنا مشكلتي عصبية، وكل ما بشوفهم كده حاسة إن هي خدته مني، مش قادرة إن أنا أتأقلم ولا أعيش بالطريقة دي. فهي بتعرض مشكلتها، بتقول لكم يا ريت تقدروا تساعدوني. على فكرة ده بخور بيشيل بقى الناموس، أي حشرات طائرة، حاجات من دي، وكمان ريحته حلوة جدا، بالشارع بالكيلو كده. شايفينه كده أهو. معلش بقى اتلهيت في المشكله بتاعتنا، وما قلتلكوش بقى على الخلطه اللي انا دايما بستعملها في مسح الحيطان والازاز والبلاط او السيراميك او الحاجات دي. بيبقى ميه بتحط عليها خل، اللي كان ده انا حاطاه خل، تحط عليها ديتول لو عندك، او اي مطهر، تحط بقى برسيل، بتحط بريل، ممكن برضو لو عندك معلقه كده من ملح الليمون او معلقه بيكربونات الصوديوم. الحاجات دي بتنضف وبتلمع ويعتبر كمان كمطهر كده. انا خلاص كده خلصت وبفرش اهو. هنرجع بقى للمشكله بتاعتنا. دلوقتي دي مش عارفه تعيش بالطريقه دي، مش قادره تعيش، وهو خيرها كده ان هي تعيش معاهم في نفس البيت، فهي مش عارفه تقنعه ازاي، يعني هي مش قادره تعيش معاهم في نفس البيت كده. بتقول له خدها بره واجر لها وخلاص، حتى ما تبقاش قدام عيني وانسى. يا اما مانيش هقدر اعيش بالطريقه دي. فهو دلوقتي بخيرها بين الطلاق ومش هتاخد عيالها، وبين ان هي تقعد في البيت بالطريقه دي. فهي مش عارفه تعيش كده، تعمل ايه؟ يعني يعني اقترحوا عليها كده، قولوا لها تعيش ازاي، او مش قادره. هي جربت كل الحيل، يعني جربت ان هي تستحمل وكل ده، مش قادره ان هي كده، ومش هين عليها برضو ان هي تسيب جوزها وعيالها. يعني عشرة عمر مهما كان اتجوز عليها فعلا وكده، بس ما بس هي مش عارفه تعمل ايه، لا قادره تتاقلم بالطريقه دي ولا قادره تسيبه، وهي دلوقتي عند اهلها ومش عارفه تعمل ايه. يا ريت بقى اللي سمع المشكله بتاعتنا دي يكتب لنا اي حل كده. هي برضو هتتابع، هي بتقول انا هتابع التعليقات كلها واشوف الحلول ان شاء الله. وربنا يهديها ويهديه ويصلح لهم الحال يا رب. وما يكتبهاش على اي واحده فينا ابدا ابدا ولا حد يشوف المشكله دي. بس المهم اي واحده بتحب واحده صاحبتها او قريبه منها قوي قوي، ماشي، هي حبيبتك وبتحبيها وهي بتحبك ومخلصين لبعض، يبقى بعيد عن بيتك يعني. الزيارات قليله جدا، ما تتكلميش عنها كتير، ما تجيبيش سيرتها كتير، عشان طبعا كلنا بشر، وانت اكيد عندك عيوب، فعشان جوزك ما يقارنش، وانت اللي بايدك تقربوهم من بعض وانت مش واخده بالك او ما تعرفيش. يا رب الفيديو بتاعنا النهارده يكون عجبكم كده، واكون ضيفه خفيفه عليكم. ومشكلتنا ان شاء الله تكتبوا لنا بقى تعليق حلو كده عشان هي تشوفه برضو، ومش عايزه اي حد يغلط، مش عايزه اي حد يزعلها بكلمه، حاجات من دي، لان هي هتتابع التعليقات زيها بالظبط. فيا رب تكونوا كده ان شاء الله تعرفوا حل المشكله وتساعدوها، وكمان كلنا نتعلم من بعض. واللي عنده اي مشكله وحابب ان هو يعرضها علينا يكلمني برضو، انا تحت امره واقول مشكلته. يا رب الفيديو النهارده بتاعي النهارده يكون عجبكم كده، شايفين بقى الروتين بتاعي كده. وما تنسونيش بقى في اللايك عشان ترفعوا له الفيديو باللايكات. يا رب الفيديو ينال اعجابكم، مستنيين فيديو جديد ووصفة جديدة وروتين جديد ومشكلة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.